السلام عليكم. جينا نهضروا اليوم على تصريحات تاع انفانتينو، التصريحات الاخيره تاعو اللي هضر فيها على الجزائر، وهضر على الصحفي هذاك الفرنسي، ودخل في حوايج اللي خاطيه من الاخر. واليوم دار حفيظ دراجي منشور، رد به على تصريحات تاع انفانتينو، وحط له نقاط على الحروف. وانا درا حفيظ الدراجي ما نتفقش معاه، هنا شغل ما نتفقش معاه في امور عديده، شغل ما نتفقش معاه، ما يعجبنيش دير حوايج ما. بصح الجاست هذا اللي دارو اليوم، دافع وقف مع بلادو ودافع على بلادو ورد عليه، رد على انفانتينو وفحمو. ونهضروا بعجاله برك، نهضروا ليه واش اللي هضر اليوم في الدراجي. ديما ملخص المضمون المنشور تاعو. بدا وقال بدا هكا الاشاره الى ان المطالبه بالافراج عن الصحفي او الدفاع عن حريه الاعلام هي خطوه ايجابيه. كي تدافع على حريه الاعلام، تقول حريه الاعلام، هذه حاجه ايجابيه. نبدا تاعها من حيث المبدا، نهضروا على المبدا برك، ما نهضروش على حوايج خلاف. ثم تساءل عن سبب عدم اظهار القدر نفسه من الاهتمام تجاه الصحفيين الفلسطينيين. داك حريه الاعلام لازم تكون على الناس الكل، مش غير على الفرنسي هذا لا. الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا واصيبوا واعتقلوا اثناء تغطيه الاحداث في غزه. انتقد ما اعتبره ازدواجية في المعايير، مؤكدا أن القيم الإنسانية وحرية الصحافة يجب أن تطبق على الجميع دون تمييز على أساس الجنسية والانتماء. كما شدد على أن الشخصيات الدولية البارزة مثل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تملك تأثيرا كبيرا، ولذلك فإن مواقفها ينبغي أن تكون شاملة ومتوازنة. كما سمعنا، هذا ملخص المضمون المنشور تاعو، واش يهضر اليوم حفيظ الدراجي في المنشور تاعو اللي حطو. دوك الدراجي دافع على بلادو، دار منشور رد عليه، مشكور دار حاجه مليحه. بصح الحاجه هي اللي دوختني انا ما فهمتهاش، كيفاش الصحافه تاعنا ما تردش، الصحافه تاعنا ما تهضرش خلاص. ما فهمتش انايا. قاشي عمي هشام ربي يرحمه، هشام في العارضه ربي يجعله في الجنه، خروطو سماكم الخروطو، عنده الحق. نتوما خروطو الصحافه تاع الجزائر، خروطو نتوما. سيدي تهجم على بلادكم، يتهجم على بلاد عندها سيادة، عندها حكومة وعندها جيش وعندها شعب، يتهجم عليها، يتدخل في سيادة تاع الدولة، يقول لك نطلب الإفراج. يطلب الإفراج تا واش دخلك؟ تا واش دخلك إنسان فاسد كيما نتا وليتي تعرف تهضر نطلب الإفراج؟ طلب الإفراج واش دخلك؟ مادام العدالة الجزائرية حكمت عليه بالسجن سي بون، فضت نقطة، رجع للسطر. واحد ما دخلو يعقب الحبس تاعو يروح لبلادو. تيجي داخل نطلب الافراج وما على باليش. في الصحافه تاعنا انا ما فهمتهاش، ني ما ساكته. كون دوك هضرنا، كون دوك تخرج هضر على صادي ولا كل تخرج تهضر صادي وكيفاه ولا ما. بصح كي حاجه كيما هادي خطيره كيما هادي تقيس البلاد ما يهضروش. ولازم عاد الدوله تتدخل، لازم الدوله تحط الانسان هذا الفاسد هذا، لازم تحطو عند حدو، لازم تحطو النقاط على الحروف وتحطو عند حدو. خط احمر، الجزائر خط احمر. هذا ميسيو انفانتينو عطى فرصه، عطى فرصه للمملكه هذيك، ما نهضروش عليه مملكه هوك هذيك. يهضروا بقاو تسمى سوجي، يهضروا عليه، يديروا بينا شغل، يجيبوا بينا شغل هذوك. انفانتينو هضر على الجزائر وقال لها من نتوما وخرج. نو مش هكا، شفوا فينا العديان. كون حتى جينا غالطين ما غالطينش حنا هنا هاك في الجزائر، اللي غلط يخلص، غلط يدخل للحبس من الاخر، اللي غلط يخلص. ولازم على الدوله تاعنا او الاتحاديه لازم دير منشور ترد فيها التصريحات هذه الخطيره تاع انفانتينو. لازم ترد عليه الاتحاديه، لازم تحط عليها. ولازم على الوزير صادي قبل ما يكون رئيس الاتحاديه هو وزير الشباب والرياضه، وزير الشباب، لازم يقاطع كاس العالم، ما يروحش لكاس العالم خلاص. اسب التصريحات هذه تاعو ما يروحش لكاس العالم. هذا واش حبيت نهضر انا اليوم، حبيت نهضر على التصريحات هذه. الصحافه تاعنا ما يردوش، ديك واحد كي ما يردش على بلادو. بس نهضر على الصحافه الجزائريه. اي بلادكم هذه ما تدافعوش عليها نتوما، شكون يدافع عليها؟ يدافعوا عليها التوانسه ولا المصارويه، وشكون يدافع عليها؟ انت اللي تدافع على بلادك، واحد ما يدافع عليك. لازم واحد اللي يغلط رجعوه للطريق، لازم اللي يغلط لازم يفهم باللي البلاد هذه لا عندها رجال، مازال فيها رجال ورجال واقفين. مش اللي من هبه ودبه يجي يهضر على الجزائر، يجي ونطلب العفو، يطلب العفو. هذا طلب العفو على في حوايج خلاف، غير ما نخرجوش على السجين وندخلوا في حوايج خلاص خاطي طريق خلاص. بون
كاين غدوة كاين ماتش تاع نهضروا على ماتش تاع العرب اللي في الكأس العالم اللي في لا كوب دي موند. بون غدوة على 8 بتوقيت الجزائر كاين لقاء قطر وسويسرا ماتش مليح. وعلى 11 كاينه المغرب مع البرازيل لقاء تاني مليح. بالتوفيق للأشقاء العرب وبالتوفيق للجزائر في كأس العالم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.